السلام عليكم. النهارده هنعمل اللبنه في البيت بطريقه سهله وبسيطه، مكونين اتنين بس. مش هقولك زي اللي بتتباع بره، لانها فعلا احسن وانضف واوفر من اللي بتتباع بره بمراحل. يكفي بس ان انت عاملاها في البيت بايدك بكل نظافه وعارفه انت عاملاها ازاي. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناها ازاي. انا هنا جبت كيلو من الحليب، غليته وسبته لحد ما برد بقى دافي كده زي دمعه العين. وبعد كده هتجيبي علبه زبادي، اللي هي العلبه الصغيره الحجم الصغير، وهتدوبي الزبادي في الحليب. هتدوبيه كويس، اظن مفيش اسهل من كده. ودي المكونات بتاعتنا: حليب وزبادي. بعد ما دوبت بقى الزبادي في الحليب، غطيت الحله. يعني انا كنت عاملاها كده الساعه 12 بالليل، قمت الساعه 6 الصبح بقى زبادي. غطيت الحله ودخلتها في فرن البوتاجاز وسبتها لحد الصبح. بقت الزبادي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا دي الكميه اللي باقيه بعد ما اكلت نصها. وبعد كده هتجيبي حته تكون نظيفه ومتعقمه، وهتحطيها على مصفى عشان ننزل الشرش، وهتفضي الزبادي اللي احنا عملناه. في اسهل من كده؟ اظن مفيش اسهل من كده. وبس كده. وهتربطي بقى الحته، ويا ريت تحطي فوقها تقل كده، اي حاجه تقيله عندك علشان تنزل الشرش اللي فيها. وتسيبيها بقى يا ستي ليله في التلاجة. الحته دي انا مخصصاها لما بكون هعمل زبادي، هعمل كسكسي، هعمل اي حاجه، فدي مخصصه لكده. وطبعا زي ما قلت لك لازم الحته تكون متعقمه كويس. انا غسلتها بميه بتغلي، وهنسيبها بقى لحد ما تنزل الشرش. ملحوظه: الشرش اوعي ترمي الشرش، الشرش ده مفيد جدا، تعملي بيه معجنات. دي بقى الكميه اللي طلعت. طبعا هو ما يعني انا بعد ما عملت الزبادي يعني اكلنا حوالي نصه كده. بقى عايزه اقول لك ان كيلو الحليب بيعمل نص كيلو لبنه. وبعد كده حطيت لها ملح، لاني طبعا ما كنتش حاطه ملح. وبس كده. اظن مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لك ان كان طعمها رهيب رهيب. وبعد كده بقى احط لها النكهات اللي تفضليها. انا بحبها بحبه البركه. ممكن بقى انت تحط لها فلفل رومي، تضربيه في الكبه وتحط لها. ممكن تحط لها زيتون، شطه، اللي يعجبك. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم. وشكرا ليكم.